الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية لنؤكد موقفا مهنيا وقانونيا قبل أن يكون موقفا وظيفيا، موقفا ينطلق من الحرص على حماية المؤسسة العامة وضمان استقلالية القرار الإداري لها، وترسيخ مبدأ أن الرقابة الدستورية شيء وإدارة المؤسسات التنفيذية شيء آخر. إننا بوصفنا منتسبين في شركة نفط ذي قار نؤمن إيمانا راسخا بأن الرقابة البرلمانية حق أصيل كفله الدستور، وأنها تمثل إحدى أهم أدوات حماية المال العام وضمان حسن الأداء، ونقدر هذا الدور ونحترمه حين يمارس وفق الأصول القانونية وبالاستناد إلى الأدلة والوقائع والضوابط النافذة. لقد كانت آخر تلك الممارسات جلسة الاستجواب التي تناولت إدارة شركة نفط ذي قار، والتي طرحت فيها بحسب ما هو متداول ومعلن أسئلة يرى كثير من العاملين أنها لم تستند في عدد من محاورها إلى ما يكفي من الأدلة الفنية والوقائع المثبتة، كما أنها أغفلت في مواضع عدة التعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة النفط العراقية، وهي المرجعية الإدارية والفنية العليا للشركة. وشركة نفط ذي قار ليست جهة مستقلة عن الوزارة حتى ترسم سياستها خارج الأطر المؤسسية، بل هي إحدى تشكيلات وزارة النفط تعمل ضمن هيكلها الإداري وتلتزم بتوجيهاتها وتعليماتها وقراراتها، وتخضع لرقابتها ومتابعتها الفنية والإدارية والمالية، ومن ثم فإن تقييم أدائها ينبغي أن ينطلق من هذا الإطار القانوني والتنظيمي. إننا لا ندافع عن الأشخاص ولا نضع أحدا فوق المساءلة، فالجميع أيا كان موقعه خاضع للقانون، لكننا في الوقت ذاته نتمسك بأن تكون المساءلة موضوعية، وأن تستند إلى الدليل، وأن تمارس بما يحفظ هيبة الدولة، ولا يربك عملها أو يبعث برسائل سلبية إلى العاملين في شركة نفط ذي قار.